هذا الفيديو للكبار فقط، للرجال الكبار فقط. لو جينا حضرتك لو بصينا في المنيو تمام هنلاقي المنيو انا كاتب عليه بلس 18 اصلا. بسم الله ما شاء الله، ده موضوع كبير. الماريوت برضو، كل دي شهادات يا جماعه اهو. الجمعيه الذوقه العالميه، جمعيه الذوقه العالميه. لو احنا يا جماعه من مقيمين السلام او الضواحي اللي حوالين السلام، العبور، جسر السويس، اول جمال الحرفيين، الكلام ده احنا كلنا قريبين هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد الشامي يحدثكم من السلام ارض الاحلام. ولما تبقى مدينه السلام في اختراع عجيب شنيع، هذا الفيديو للكبار فقط، للرجال الكبار فقط. وهو حلواني بس في اختراع جوه الحلقه. هو انا شعري بايظ لي كده، كريم اصله انتوا عارفين الواحد بقى بيرشد الاستهلاك، فما بقتش اكتر شويه في الكريم يعني. ما علينا، احنا رايحين دلوقتي عند قيمه كبيره جدا في عالم المخبوزات والحلواني. بعد ما خلص مسيرته في العمل حوالين العالم زي ما بيقولوا، جه السلام في منطقته الاساسيه وفتح محل حلواني صغير. بس هو مش فكره حلواني بس، هي الفكره كلها انه جوه محل الحلواني ده بيعمل اختراع للكبار فقط. يلا نشوف. انا وصلت بقى يا جماعه كده ايه المكان اهو، اسمه اكس بوم، اللي هو لازق في ابو حماده او يعتبر داخل ابو حماده. احنا هنا في المنطقه دي اسمها موقف اسكندريه وجنب ابو حماده. ده يعني ايه المعلومات اللي انا هعرف دلوقتي. السلام عليكم، ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ كله تمام؟ الله يكرمك الله يكرمك. ده بقى شويه بقى الحلويات الغربيه والرز بلبن، وبعد كده انا شايف هنا حلويات شرقيه، وشايف بقى هنا حاجات بقى. بصوا هو ده غالبا الابل باور باستري اللي ايه بقى يعني. انا شايف في حاجات كلها غريبه جدا، وفي صور ما يصحش وحاجات كده مش عارف. احنا هنفهم دلوقتي ايه الموضوع. حبه البركه وبذور الشيا والجرجير والقرنفل وجذور العرقسوس وجوز الطيب وعشب العنزه والجينكا وجينسينج وحاجه ما يعلم بها الا ربنا. احنا هنخلي الشيف هو اللي يشرح لنا، لان انا كده شكلي هبوظ العمل كله. وفي كده بقى انا مش عارف بقى شويه البسبوسه دول، بس خلينا نشوف ايه الاختراع اللي احنا جايين عليه. السلام عليكم. ازيك يا شيفنا؟ حبيبي يا ريس. ايه اخبارك شيف اسامه؟ ايوه يا فندم. شيف اسامه ايه؟ اسامه سعد. ازيك يا شيف اسامه؟ ايه اخبارك؟ كله زي الفل. ايه العظمه اللي انت حكيتها لي؟ حبيبي احنا عايزين الناس تتعرف عليك الاول. انا اسمي اسامه سعد، الحمد لله بكالوريوس سياحه وفنادق قسم مطبخ. ما شاء الله. اكزيكتيف بيستري شيف. ما شاء الله. اكس ماريوت، اكس ميريديان، اكس شيراتون، اكس هايات. يعني هنتكلم ان الاوتيلات ال5 نجوم كلها انت كنت واحد من صانع الحلويات والمعجنات فيها. لا لغايه دلوقتي الحمد لله في الشركات برضه. ما شاء الله، ربنا يكرمك ويزيدك. احنا بقى قلنا نعمل بقى البيزنس بتاعنا، وجينا في الموطن بتاعنا وفتحنا المحل الجميل ده. الحمد لله. بس انت جيت بكونسبت وفكره. ايوه يا فندم. قول لي بقى. والله هي عباره عن فكره جديده في مصر، لسه اول مره تتعمل. انا عملتها يمكن مثلا في الدول العربيه، وجيت قلت انفذها برضو في بلدي. نمره واحد، هي عباره عن اعشاب بقدمها مع الفاكهه، بتتاكل مش بتشتري. اعشاب بتقدمها مع الفاكهه؟ مع الفاكهه، اعشاب، بذور الليشيه، حب العنزه. احنا قرينا بره بس ما فهمتش حاجه. الجينسينج، حاجات كلها باور للجسم، بتدي طاقه حلوه جدا 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 لكل حاجه. كل حاجه. كل حاجه. اللي هي الحاجه اللي انت عايز تقولها بس مش عايز تقولها عشان احنا بنصور. لا دي هي اصل الحاجه دي يا فندم. اصل الموضوع ده. اصل الموضوع يعني الفيديو ده للكبار فقط، الرجال الكبار فقط. احنا لو جينا حضرتك لو بصينا في المنيو تمام، هنلاقي المنيو انا كاتب عليه بلس 18 اصلا. وكاتبين سر السعاده، كاتبين حلو مختلف. الطاقه هنا اكلير، بنقدم شيز كيك، بنقدم ابل كرامبل، بنقدم فروت فريش. طيب السؤال بقى، احنا هنا الناس توصل لنا ازاي؟ الناس توصل لنا في مدينه السلام. حلو. مدينه السلام موقف اسكندريه جنب ابو حماده كبابجي، طيب. قصاد الليمبي. طيب واللي هيجي مواصلات يجي ازاي؟ واللي يجي مواصلات سهله خالص من اي مكان في مصر. السلام معروفه جدا يا فندم. سهله جدا دي. جدا هينزل قريب منك. هينزل على طول، هينزل في موقف اسكندريه. هم ميدانين في السلام بس فقط. تمام. حاجه اسمها اسكندريه وحاجه اسمها سبيكو. حلو. هو هينزل موقف اسكندريه او يجي على اللوكيشن لو بعت لنا على الصفحه بتاعتنا. الصفحه بتاعتكم اسمها ايه بقى؟ اكس بوم. اكس بوم أيوة. اللي هي دي. ايوه فندم. اكس بوم ابل باور. اللي يعني انت بتتحدى بالتفاح. طبعا. سوف نحاربهم بالتفاح. لا جميل جدا. عندي الافوكاتو وعندي المانجا وعندي البرتقال وعندي التفاح الاخضر وعندي التفاح الاحمر. ما شاء الله. عندي كل حاجه. خير ربنا موجود. بالاعشاب يا سعاده. في زبده بلدي هنا بتعمل ايه الزبده دي بقى؟ دي الزبده البلدي اللي بعمل بيها الشغل كله. يعني الفاكهه انا موظف الزبده الفلاحي مع الفاكهه على اساس ندي باور اكتر، لان حاجه بتبقى تيستي عالي. 2 دي اللي بتتفاعل اكتر مع الاعشاب. طب انا عايز ادوق بس ما تزودهاش عليا. لا عيني انا اخوك على قد حاله يعني. يا فندم حبيبي يا كبير. تعالوا بقى نبص يا جماعه بسرعه على المنيو والحاجات الجميله اللي بيقدمها الشيف. انت بتتكلم بقى انا بتكلم كمان في فانيليا فريش. انا شايف فانيليا فريش. ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب حبيبي. حضرتك بصيت هتلاقي كل الحاجه هنا فعلا اعشاب حقيقيه. ما شاء الله. ايوه ما شاء الله. الله يزيدك يا كبير. انت عندك بقى هنا الاسعار اللطيفه يعني جدا جدا. عندي اعلى حاجه 50 واقل حاجه
15 رز بلبن. حاجه يعني بسيطه جدا، يعني هو متناول كل الناس. لو احنا يا جماعه من مقيمين السلام او الضواحي اللي حوالين السلام، العبور، جسر السويس، اول جمال الحرفيين، الكلام ده احنا كلنا قريبين هنا، نقدر نيجي من اجل الاستمتاع بالحلواني الطبيعي. لو انت بقى خارج السلام وخارج ضواحيها وحابب تشوف حاجه جديده مختلفه وتدوق حاجه ونشوف موضوع الباور اللي بيقول عليه الشيف، هقول لكم دلوقتي يستاهل المشوار ولا ما يستاهلش المشوار. يعني هندوق ونشوف الطعم ونقول لكم اكيد مش هحس بالباور، بس انا اثق في هذا الراجل السمح الجميل. تعالوا بينا بقى نشوف بيعمل ايه. ده الله، انت بتعمل المعجنات بايدك كلها؟ كله هنا هوم ميدد يعني. ما شاء الله. ده الاكلير، شغل الفندق في السلام كله هنا هوم ميدد. ربنا يوسع عليه. مفيش حاجه الا فريش. الله اكبر. ده بروفيترول ده يا شيف، ها؟ بترول. واكلير العجينه الاساسيه بقى اللي هي بتبقى متغطيه بالشوكولاته وجواها الكريمه والحاجات الحلوه دي. والاكلير كله سخن. ما شاء الله ما شاء الله. الريحه يا جدعان يعني مش قادر اوصف لكم عامله ازاي من هنا. ده جنب الشهادات بقى. ايه ده؟ انت ده الراجل ما شاء الله الله اكبر جايب الشهادات يا باشا. انت والله العظيم بسم الله ما شاء الله، ده موضوع كبير. الماريوت برضو، كل دي شهادات يا جماعه اهو. الجمعيه الذوقه العالميه، جمعيه الذوقه العالميه، خليج مكادي، جمعيه طوال المصريين، سرنتي. ده سرنتي ده في مكادي الغردقه. ما شاء الله. جاز، مكادينا، ازور اللي في اسكندريه ولا لا ازور. انا كنت ماسك مجموعه ازور كلها ريجنال على الثلاث فنادق. ما شاء الله. الشيف الاقليمي لقسم الحلواني. الله اكبر. الشيف الاقليمي لقسم الحلواني. الله اكبر ما شاء الله. هايجينيك. احنا هنستغلك بقى، تعمل لنا بقى، تعلمنا. لا الله يديك تعلمنا والله. مش موضوع مش حلواني بقى وكده. ده احنا عايزين نعمل معاك 30-40 حلقه نعلم الناس. تحت امر حضرتك حبيبي يا شيف، ربنا يكرمك يا رب. احنا دلوقتي هنعمل بقى القنبله، ها؟ هي دي الموضوع اللي انت بتقول لي عليه. أيوة. اسمها ايه بقى يعني؟ اللي عايز يطلبها دي يقول ايه؟ انا مسميها اسم مفرقع شويه. ايه بقى؟ مسميها فياجرا. تمام. فياجرا تفاح، عندي فياجرا افوكاتو، عندي يعني انا بختار نوع الفاكهه. أيوة. وبتعملها على هذا الاساس. بس انت بتسوي الفاكهه. ايوه تمام. الاول بحط على طول سنه الاعشاب، كل انواع الاعشاب. الاعشاب ايه بقى اللي انت بتحطه مثلا؟ بحط حب العنزه، بحط الجنزبيل، بحط القرنفل، بحط جوز الطيب، بحط الجنسينج، بحط فانيليا. كل الكلام دوت طبعا مع الزبده بيعمل ايه؟ تفاعل كويس جدا. على اساس ان هو الريحه طلعت اهي على طول. الله يديني ايه التيست يا ريس اللي انا عاوزه. وتنزل عليها الفاكهه. وانزل عليها بكل انواع الفاكهه اللي انا عاوزها. اوكي. بس بقول لك ايه، ما تكترش يعني، اعملها زي ما بتطلع كده للناس. يعني عايزين نوري الناس شكلها ايه. لازم الاعشاب دي تتجانس مع الزبده الفلاحي. طب ممكن نستخدم زبده عاديه، زبده نيوزيلندي، لا الزبده الفلاحي اقوى حاجه للاعشاب. لازم الزبده الفلاحي. ايوه. انت هتحط ايه فاكهه بقى؟ تفاح اهو. تفاح فريش عادي جدا جدا. اخضر او احمر مش فارقه. بس الاخضر احسن. انا بستخدم الاخضر. ليه؟ لان الاخضر فيه سنه ايه؟ ملوحه رئيس. انا شايفك حاطط حاجه على التفاح. ايوه اللي هي برضه جنزبيل، وبرضه هي نفس البهارات حاططها، متبله بيها بالظبط كده. هو انت كده تعتبر بتعمل ابل كرامبل يعني. زي بالظبط. هو ويزبي اهو. ده بقى الكيوب. ده ايه ده بقى؟ عسل اسود. الله عليك. عسل ما فيهوش اي مشكله خالص. الجمل وكسرات ميكس زي الفل. طب انت مش هتحط سكر؟ لا مش هتحط سكر خالص. خلاص ما انت حطيت العسل الاسود خالص اهو. عشان يديك كمان. الله يفتح عليك كمان سنه عسل. هو ده الاختراع. طبعا هيبوظ ايه الدنيا كلها. ليه؟ لان هو كده هيظبطها. ده انت بقى بتعمل له السوتيه يدبل شويه. يدبل. اديله سنه ايه؟ هوا لبن جنب اهو. فريش لبن فريش برضه اطعم بيه فقط لا غير اهو. مفيش اي حاجه. اللبن كمان لازم يبقى جنبي سخن. سقسقه بس سقسقه كده اهو. ولا في اي حاجه. ربنا يزيدك يا رب. هيغلي زي الفل. اربطه بقى. هنا السر. تربطه بدقيق ولا ايه؟ بسنه نشا. حاجه بسيطه جدا. عشان يدي القوام بس. الله يفتح على حضرتك. انا مفيش حاجه جاهزه، لا انا كله فريش. مفيش حاجه اسمها اصلا جاهز خالص عندي. بيغلي اهو. تمام زي الفل. غلى كويس. طبعا انا بديله نص تسويه. ليه نص تسويه؟ عشان لسه هيكمل في الفرن وياخد حاجه اسمها الكرامبل بتاعه بقى. كل الكلام ده فوائد بتنزل ما بين الزبده والاعشاب والتفاح او الفاكهه هي المحطوطه. لان انا عندي كيوي، عندي افوكاتو، عندي البرتقال، عندي الموز، عندي البلح، عندي كل انواع الفاكهه بتتاخد كده مع جميع انواع الاعشاب. انت بقى تنزل ابتدي ان انا عاوز اربطها. هتنزل بقى النشا اهو. حاجه بسيطه جدا 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 اهو. هيتربط بس بيها. غلي
اهو نربط معايا. لو احنا بنتكلم لو انا بعملها في البيت دي ممكن نديها بقى ايه شويه شويه قرفه اللي انت عاوزه بقى، اي طعم حضرتك محتاجه ممكن ايه تشغل بيه. اهو اربط اهو 100 اتربط 10 زي 10 الفل. اهو زي الفل. طبعا دي كله فوائد، كل الفوائد جوه الكلام ده. هي سنه حوالي 20 جرام على التفاحتين ولا الثلاثه يبقى زي الفل. هدي النار خالص عليه وتسيبه 5 دقايق واسيبه 5 دقايق يرتاح، يروح نازل بايه عليه على البسكوت بتاعه. هنا ولا في الطاجن؟ لا في الطاجن بقى. خلاص يعني البسكوت زي شيز كيك. دي الاعشاب يا جماعه، جوز الطيب، جنزبيل باودر، قرفه، حب العنزه وجنسنج ومستكه. هو ده حب العنزه وجنسنج ومستكه الثلاثه مع بعض. دي بقى طبعا عين جمل، المكسرات، الجبل، الزبده الفلاحي، العسل الاسود، القشطه، القشطه البلدي، وده السكر. ده بقى طب انت عملت طبقه البسكوت اللي هي زي بتاعت التشيز كيك الاول بتاعها بالظبط. هي يا ريس اختراع يا كوتش. ربنا يوسع عليك يا رب. اللهم ويكسب امين. ما بين ايديك باذن الله. اتحدى اللي يكمل الطبق بتاعه. لا 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 انا مش قادر اتنفس انا من قبل بأمر الله. ما تزودش بس. ايوه قول لي بقى بياخد ايه تاني بقى؟ بياخد من فوق بقى مكسرات، حاجه اسمها احنا بنسميها في الفنادق هيعرفوها ناس كتيره، اسمها كرامبل. عباره عن زبده ومكسرات مطحونه. زبده ومكسرات مطحونه. زبده ومكسرات مطحونه مع سنه دقيق اعشاب برضو اعشاب على وشها. ايوه شكلها ايه دي بقى؟ هتشوفها يا ريس حالا. هي دي يا كبير. هي دي الكرامبل. هي دي يعني الكرامبل. هي بعمل زبده واحط عليها مكسرات. زبده ودقيق ومكسرات. طبعا الاجانب عندهم شغف بالموضوع ده جدا، تمام، بيحبوه جدا. ليه؟ بيعملوه على ايديهم زي ما انا بعمله برضو بالظبط، لان انا متعلمه من كل الاجانب. بعمله عجينه وافرده وادخله الثلاجه وبعد كده اكسره. بالظبط، الله يفتح عليك. فهمت. بنجيب الزبده نطريها بايدينا واحط عليها المكسرات واحط عليها سنه الدقيق بتاعها، واهم حاجه فيها اللوز البودره. اهم حاجه اللي اللوز البودره فيه. فطبعا غني جدا جدا جدا. كرامبل محطوط فريش عليه. ليه؟ على اساس ان انا اطعم بيه الطرت بتاعي. احنا بنستفاد منك النهارده والله يا شيف، معلومات حلوه وكتيره وقيمه. ده هيعجبك جدا جدا جدا. ده هندخل الفرن بقى كده، هندخله. ده هيخش الفرن لسه هيخش الفرن بقى يا ريس. ياخد ايه طبقه ايه كراميلايز عليه كده. نخلي الكرامبل ده يحمر. يلا بينا. عايز اقول لكم يا جماعه ان الكرامبل ده طعمه حلو قوي، جامد جدا جدا. نخلي على الجريتان اهو. دخل ايه الفرن، يحمر الوش وياخد لون، يبقى زي الفل. يا مسهل. يا خبر ابيض، ده بقى بروفيترول، شغل فنادق بصحيح. ام علي رز بلبن بالحركات والفستق، ودي بليله على ما اعتقد بالكنافه، وده كسكسي بالسكر. كل الحاجات اللي بحبها موجوده. البتاع بقى الاختراع لسه طالع من الفرن، بس هو لسه فيه شغل. يعني هنشوف بقى ايه الشغل بقى اللي هيتعمل دلوقتي. نقلب بقى الايه الطبق. واحد صور سوفليكس. ايوه اديني. انت بتقدمها كده؟ لا يعني انت بتطلعها كده؟ ايوه. حلو. يعني دي قوالب بس للعمايل. ايوه جميل. تبقى كده. الله عليك. سخن ده بص زي الفل. الله اكبر. ايوه الله. دي بقى ممكن نختار النوع الفاكهه ايه بقى؟ افوكاتو، موز، بلح، تفاح، كيوي، اللي انت عاوزه. ده كلام جميل. انت هتعمل ايه؟ وريسي في حاجه تانية؟ الصوص طبعا. ده ايه الصوص ده بقى؟ صوص فانيليا. بالفانيليا فريش. تغرق بالصوص الفانيليا كده كده. ومين اللي هياكل الحاجات دي؟ انت. انا؟ انت فاهم غلط يا شيف. لازم. اخر حاجه بعد كده ايه؟ هو لسه في بعد كده؟ اهي هو ده. ده ايه ده؟ الشغل ايس كريم كمان؟ ايس كريم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. في قرمشه في الموضوع. طبعا هي اكله شتويه جدا، وطعم البهارات باين، وطبعا مكسرات كتير، والشيف اكيد متوصي بيها كمان شويتين زياده. لا هي تطلع كده والله بجد صدقني. مكسرات كتير وباينه. الصوص لوحده اصلا طعمه تحفه. يعني صوص الكراميل لوحده طعمه حلو قوي. دوق الكراميل لوحده. هو بصوا يا جماعه، فاكرين الابل باي بتاعت زمان، بس هي بقى ايه، متطوره خالص، وطعم البهارات باين جدا. طعم البهارات باين فايح يعني. انا خايف من البهارات فمش هكمل. طعمها حلو. لا جميله. طعمها حلو. افصل بده. افصل بالبروفيترول. شوف بقى بروفيترول القمر ده. كريسبي مش هتلاقيه طري. كل حاجه انت بتعملها هنا يا شيف. كل حاجه هوم ميدد. مفيش حاجه من بره. البروفيترول مقرمش جدا من بره، ومن جوه مفيهوش حاجه. ايوه. خفيفه جدا. دي تقيله ودي خفيفه جدا. دي ايه؟ كسكسي.
انا مش هدوق كله. ده ماشي. انا بقول لك انا ايه، الله يكرمك. ده بالزبده الفلاحي برضه ان شاء الله يطلع جامد. مش حاطط عليه لبن انت؟ ده لا كسكسي رو. كسكسي رو عليه الزبده زبده فقط لا غير، زبده وسكر بودره فقط لا غير. بس للامانه في حد بيجي يعملوه ست فلاحه. اكيد ست فلاحه. طعمه حلو جدا ومفرفط خالص، ما فيهوش اي مش معجن خالص خالص. وانا بحب الكسكسي عموما، فيعني لا ده كسكسي من الحلو، يعني من الكسكسي الحلو. الزبده ده باينه جدا، طعم الزبده نضيفه فيه. نتكلم في المهم دلوقتي. في ليك رقم تليفون او حاجه؟ ايوه الناس تقدر توصل لك من خلاله؟ ايوه مكتوب 010 619 174332 واسم البيج بتاعتهم اكس بوم. اسامه سعد هيبقى معاكم على الصفحه، وخش برضو على الكومنتات لو حد عندنا على الصفحه عايز يوصل لك، رد على الناس. ربنا يوسع رزقك ويكرمك وان شاء الله. انت عامل حاجه محترمه جدا ونظيفه جدا جدا جدا. والاختراع ده مش هقدر اقول ان انا ما حسيتش لسه بحاجه، بس هو من الواضح انه هيبقى فيه يعني في قلق هنا. في قلق بيحصل هنا. وبعدين الشيف بيقول لي اللي بيجي مره بيجي على طول. ان شاء الله تتوسع ان شاء الله. ندعم يا جماعه اي حد في المنطقه في القريب بتاع يجي يجرب الحاجه نظيفه والحاجه محترمه جدا، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. حبيبي يا شيخنا، حبيبي يا شيخنا، متشكرين على الدعوه الحلوه قوي دي. حبيبي يا شيخ، ربنا يكرمك يا باشا. السلام عليكم.